السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الطالب الخطاط، وفي السلسلة دي هنتكلم سوا عن الفقه الإسلامي، بس مش هنشرحه زي الكتب، لأ، احنا هنعيشه ونفهمه، وهتحس انك بتجرب من ربنا وانت بتسمع. خليك معايا. أول حلقة بعنوان يعني ايه فقه وليه لازم اتعلمه. الفقه يا صديقي مش مجرد أحكام حلال وحرام، ده العلم اللي بيعلمك تعيش كمسلم بكل تفاصيلك. لما تيجي تتوضى أو لما تيجي تصلي، لما تروح تشتري حاجة، لما تتعامل مع أهلك، كل ده اسمه فقه. الفقه بيساوي الفهم العميق لأوامر الله سبحانه وتعالى في حياتنا. مش بس كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني لو ربنا أحبك هيعلمك الفقه. صلاة على النبي محمد كالروح بين الجسم للإنسان، صلوا عليه فإنها معدودة 10 مضاعفة من الرحمن. الفقه الكبير اللي الناس بتخاف منه هو في الحقيقة بسيط جدا، مقسم ل4 أقسام رئيسية. أول قسم العبادات زي الصلاة والصيام والزكاة والطهارة. وتاني قسم المعاملات زي البيع والشراء والربا. وتالت قسم الأحوال الشخصية زي الزواج والطلاق والميراث. ورابع قسم فقه السلوك والأدب زي اللبس والأكل والكلام والأخلاق. واحنا في السلسلة دي هناخدهم كلهم بهدوء جدا، واحدة واحدة، وبأسلوب الطالب الخطاط. طيب ليه أتعلم فقه؟ مش لازم. هل لازم إن أنا أتعلم فقه؟ أيوة طبعا، لأنك مسلم، والمسلم لازم يعرف ربنا عايزه يعيش ازاي. مش معقول تبقى عايش من غير ما تعرف حكم ربنا في الأكل، أو حكم ربنا في شربك وفي أكلك وفي صلاتك وفي علاقاتك. مش طبيعي إن أنت تبقى بتعبد ربنا سبحانه وتعالى على جهل، وربنا أعطاك عقل وكتاب وسنة وعلماء. الفقه مش رفاهية، الفقه أساس. طيب هنتكلم ازاي في السلسلة دي؟ اولا كل حلقة فيها شرح بسيط، زائد قصة واقعية، زائد دليل شرعي. كل فتوى بقولك فيها ليه، مش بس نعم او لأ. وفي الاخر هتلاقي نفسك فاهم دينك بشكل ما كنتش تتخيله. في آخر كل مجموعة من الحلقات هيكون في حلقة مراجعة بأسلوب تحدي الفقه. هتكون مسابقة بينك وبين نفسك، أو بينك وبين صاحبك، عشان نثبت المعلومة ونعيشها سوا. قبل ما نختم عاوزين نسأل سؤال صغير: ايه أكتر سؤال ديني نفسك تعرف حكمه الشرعي؟ اكتب في الكومنتات ويمكن نخصص له حلقة كاملة. في النهاية أحب أقولك إن دي كانت البداية، واستنوا الحلقة الجاية يوم الثلاثاء الساعة 8، وهنتكلم فيها عن الطهارة وأنواع الطهارة وأهمية الطهارة في حياة كل مسلم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقة الجاية كلها. كان معكم الطالب الخطاط، نتقابل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.